وبس كان في الفيديو بتاع النهارده خلصنا الاربع تصاميم دول في اقل تقريبا من تلت ساعه، وعرفنا ازاي نجمعهم مع بعض في صوره زي كده عشان ننزلهم في البورتفوليو بتاعنا ويكون شكلهم كويس. اربع تصاميم باربع افكار مختلفين، والاربعه بسم الله ما شاء الله عملناهم من الصفر مع بعض خطوه بخطوه. السلام عليكم، ازيكم يا كنفاوية؟ عاملين ايه في فيديو جديد؟ واخيرا بعد غياب اسبوعين قررت ان انا ارجع انزل فيديو جديد، بس باذن الله الفيديو بتاع النهارده هيكون فيديو عظيم. فطبعا زي ما احنا متعودين اول حاجه هنصلي على النبي ونعمل لايك ونشترك في القناه لو انت لسه جديد، ويلا بينا ندخل على بنترست علشان نعمل تغذيه بصريه وفي نفس الوقت نجيب صور. تمام، هو في كذا مجال، بس بصراحه المجال اللي جه في بالي نشتغل فيه النهارده مجال محلات العصير او المشروبات وكده. فانت ممكن مثلا في البحث تكتب هنا تصاميم مشروبات باردة مثلا، مشروبات باردة، يعني هنشوف هيظهر لنا ايه. تمام، هيظهر لنا تصاميم زي كده. احنا باذن الله في الفيديو بتاع النهارده بقى نعمل بروجكت كامل مثلا من اربع تصاميم، ست تصاميم، فاهم؟ هنعمل كذا تصميم النهارده باذن الله من الافكار اللي هي زي كده. تمام، انا دلوقتي بعد ما اتفرجت عملت تغذيه بصريه مثلا، عجبني التصاميم اللي هي زي كده. يعني هو بصراحه في تصاميم كتير، فانت عشان ما اطولش عليك اقعد اعمل تغذيه بصريه، يعني جرب شوف كذا تصميم من دول وحاول تقلدهم. تمام، فانا بعد ما اخترت اربع افكار هعملهم. تعالوا دلوقتي نفتح كانفا مع بعض ونبدا نعمل مع بعض التصاميم من اول الصفر. تمام، نفتح كانفا مع بعض زي ما انت شايف كده. اول ما تفتح كانفا يظهر لك الصفحه الرئيسيه دي، ممكن تختار مثلا مقاس انستجرام، منشور انستجرام او مقاس مربع. انت تدخل مثلا على السوشيال ميديا تختار تصميم فارغ، تختار منشور انستجرام 5 على 4 او 4 على 5. تمام، هتلاقي المسج فتح معاك كده. عاوزين نضيف اربع صفحات زي بعض، دوس على الزائد دي كده لحد ما تلاقي اربع صفحات اتفتحوا معاك. تمام، هات اول صفحه. احنا مثلا في اول تصميم عايزين نعمل تصميم زي ده بالظبط. الفكره دي ازاي نعملها على كانفا؟ الموضوع سهل يعني، بس انت اللي بتحس ان الموضوع صعب عليك. تمام، حط الصوره تحت كده بس شويه كده. اول حاجه هتدخل على عناصر، لو العلبه مثلا لونها برتقاني يبقى نعمل نص التصميم لونه برتقاني، لو العلبه لونها ازرق يبقى تعمل نص التصميم لونه ازرق. هتدخل على عناصر، تجيب من الاشكال مربع وتكتب في البحث كلمه مربع، اكتب مربع، هات اي شكل من دول. تمام، خلي لون برتقاني، بعدين شد المربع كده لفوق، هاته في نص التصميم بالظبط. تمام، بعد كده ممكن تكون منزل ازازه مانجا مثلا او برتقان زي كده من على بنترست، او تدخل على كانفا تكتب في العناصر. نجرب نكتب مثلا ازازه مانجا، ازازه مانجا. ممكن نلاقي صورة زي كده ممكن نستخدمها، يعني بيبقى في صور كويسة على كانفا على فكرة ممكن تستخدمها. تمام، أنا كنت منزل الصورة دي أورنج، ازازة عصير برتقال. لو عايزين نشيل الخلفية بتاعتها تدوس على مزيل الخلفيات، هتلاقي الخلفية اتشالت. وهنعمل ظل مع بعض برضو دلوقتي، ما تقلقش كل حاجة هظبطها لك في الفيديو بتاع النهاردة. تمام، كبر ازازة مثلا، حطها في الحتة دي كده. دلوقتي عايزين نجيب برتقال نحطه حوالين الازاز، ادخل على عناصر، اكتب برتقال، هيظهر لك حاجات زي كده كويس ممكن تستخدمها. استخدم مثلا الصورة دي، هو موجود ظل ليها يعني مش هتحتاج تعمل ظل. ممكن تحطها مثلا في الحتة دي كده، تحطها في الحتة دي. ماشي، بعدين عايزين نعملها ظل، هتدخل على العناصر، اكتب في البحث ظل، اختار اي حاجة من الحاجات دي مثلا الشكل ده كده. تمام، بعدين ادخل على الطبقات، خليه من تحت البرتقال الاتنين دول، خليه بالشكل ده. ممكن تقلل الشفاية شوية. بعد كده عايزين نكتب كلمة اورنج بخط كبير زي كده. هتدخل على النص، هتدور في الخطوط ممكن تلاقي خط كويس تستخدمه اهو. اكتب مثلا اضافة عنوان، اكتب اورنج، اورنج. بعدين ندخل على الخطوط، اختار خط كويس. تمام، بعد كده ممكن مثلا تدخل على العناصر تكتب ورقة خضراء، ورقة شجر مثلا. تلاقي حاجات زي كده ظهرت لك، اختار مثلا الشكل ده كده بس، حط حطه في الحتة دي كده بالشكل ده. تحت بقى تضيف هنا بقى العنوان وارقام التواصل واللوجو، يعني بنفس الطريقه دي عشان ما اطولش عليك وكده. فانت هتلاقي نفسك ضيفها بكل سهوله. كده احنا خلصنا اول تصميم. ممكن ندخل على العناصر نجيب اي لوجو نستخدمه، لوجو مثلا محل عصير. تمام بالشكل ده. تعالى بعد كده للفكره التانية، يا رب تكون فهمت الفكره بكل الصوره. الفكره التانية هي تصميم بالشكل ده. طبعا الموضوع سهل، هنعمله مثلا للكوبايه دي. شيل الخلفيه بتاع الصوره. اول حاجه
عايزين نخلي الخلفية بنفس الدرجة بتاع الكوباية البنفسجي. بص هوريك تعملها ازاي. هتدوس على الخلفية، بعدين دوس على اللون، بعدين دوس على عجلة الألوان دي كده، هتلاقي القلم اللي هو تحت ده بتاع الألوان، دوس عليه كده، بعدين شده على الكوباية. بص هيجيب لك نفس الدرجة بتاع اللون البنفسجي بالشكل ده. ممكن تخففها شوية. بعدين هات الكوباية في النص هنا كده، بعدين ادخل على عناصر، اكتب في البحث خشبة. خشبة يعني الموضوع سهل، خشبة هتلاقي ظهر لك خشبة كتير. دوس عرض الكل على الصور. بص هتلاقي مثلا الصورة دي كويسة تمام. دلوقتي عايزين نعمل ظل بنفس الطريقة، تكتب ظل هيظهر لك ظل، اختار اي ظل منهم، مثلا الظل ده حطه تحتها كده، بعدين ادخل على الطبقات خليه من تحت الكوباية. لو لقيته خفيف ممكن تتقله شوية، يعني تعمل تكرار بالشكل ده. تدخل على عناصر كمان ممكن تكتب توت. توت مش عارف هو ده توت ولا لا، بس يعني اختار اي صورة من دول. ده كريز ولا توت ولا إيه؟ مش عارف. المهم حط الصورة دي مثلا هنا، بعدين ادخل على العناصر، ادخل على الاشكال، انزل تحت كده، اختار اي حاجة من الحاجات دي، ممكن الشكل ده كده، خلي اللون بنفسجي ده بس تقله شوية تمام كده. بعدين ادخل على الطبقات خليه من ورا الكوباية، لفه كده اعمله دوران وكبره شوية مثلا بالشكل ده. فهمت الفكرة؟ بعدين تدخل على عناصر مثلا تكتب إضاءة بيضاء. إضاءة بيضاء، تختار مثلا أي شكل من الأشكال دي، بعدين تدخل على الطبقات تخليه من ورا خالص بالشكل ده. قلل الشفافية بس شوية كده، وادخل على النص، دوس إضافة عنوان. ممكن تكتب مثلا طعم يستحق التجربة، مثلا طعم، أو مثلا تحب تجرب. تعال نشوف، تحب تجرب، ونخلي اللون أبيض. وندخل على الخطوط، اختار خط كويس، ممكن تستخدم ده، نستخدم ده علشان استخدمناه برضو في التصميم اللي قبل ده، حطه في الحتة دي. ماشي بنفس الطريقة برضو ادخل على العناصر، اكتب ظل بنفسجي، اختار مثلا الشكل ده كده، خلي اللون ده، بعدين ادخل على الطبقات خليه من تحت، وتضيف بقى تحت هنا العنوان والأرقام وهكذا. يعني تعالى نعمل تكرار دي كده. تمام بالشكل ده. ممكن برضو تدخل على العناصر تكتب ورقة شجر، استخدم ورقة شجر يعني هو دايما بيبقى مستخدمين كده تمام. أول ما تدوس على الصورة دي كده مثلا بالشكل ده، شوف يعني تصميم بسيط وما خدش وقت، وفوق هتضيف اللوجو برضو بتاعك، يعني اي لوجو كده وخلاص، او امسحه يعني عشان احنا مش مجهزين لوجو كويس. تمام كده عملنا اول ديزاين ده وتاني ديزاين ده. تعال نعمل الديزاين اللي بعد كده. ده بقى صعب شويه، ده اللي عاوز منك تركيز. انت لو ظبطت ده انت خلاص كده مية مية تمام. هنا مستخدم مثلا مش عارف كراب، ايه الحاجات دي يا جدعان؟ انا مش عارف غير الشاي والقهوه بس، مش عارف ماتش مش مهم. تعالى دلوقتي بس نقسم التصميم بتاعنا للون الاحمر والاخضر والبني بنفس الطريقه. تدخل على العناصر، تختار من الاشكال الشكل، بص قلب كده هتلاقي الشكل ده، شده كده شويه، خلي اللون مثلا احمر، مثلا احمر مش، تعالى نطلع بس دي فوق شويه كده، شده مثلا كده، بعدين اعمله التكرار، خلي اللون مثلا اخضر. لو انت مش عارف اللون هتشده كده هتلاقي عملك اللون، بعدين اعمل تكرار، خلي اللون بني بالشكل ده. تعالى بس الاول كده دوس تحديد عليهم وهاتهم عشان يبقوا قد بعض يعني تمام. تعال نكتب الاول كريب فيزا، ولا انا مش عارف هو ده. نجيب مثلا بطيخ، صورة بطيخ، عصير بطيخ مثلا،
مثلا الصورة دي كده، ماشي، مثلا حطها في الحتة دي كده بالشكل ده. بعد كده هات ماتشة، مش عارف الماتشة ده عصير ولا ايه بس مش مهم. بدل عصير الماتشة ممكن مثلا نكتب افوكادو، عصير افوكادو. مثلا نختار الصورة دي، شوف ده عجبتني يعني شكلها كويس، حطها في الحتة دي. هنعمل لهم ظل كلهم في الاخر. ممكن نستخدم ثالث صورة قهوة باردة، تكتب قهوة باردة، يظهر لك الصور دي. استخدم مثلا الصورة دي كده بالشكل، هتلاقي نفسك. بص، تعالى بس الاول حطهم هنا. عايزين دلوقتي نعمل ظل علشان يبقى شكلهم كويس. ادخل على عناصر، اكتب ظل، اختار مثلا الشكل ده كده، حطه تحت كل كوباية واحد. ادخل على الطبقات كده، بس هتلاقي نفسك عملت ظل بكل سهولة. دلوقتي مثلا عاوزين نكتب الكلام اللي هو فوق، احنا هنقلد الكلام نفس الكلام اللي مكتوب هنا. طبعا العصير مختلف واسم العصير مختلف، بس معلش احنا كده كده بنجرب. بس قبل ما نجرب تعالى نعمل حركة كويس. ادخل على عناصر، اكتب ظل احمر، اختار صورة ظل من دول، مثلا الصورة دي وكبرها، ماشي، خليه نفس اللون اللي احنا اخترناه احمر قبل كده. بعدين ادخل على الطبقات، خليه من تحت خالص، اقل حاجة هو تحت خالص بالشكل ده. بعد كده ادخل برضو اكتب ظل اخضر، بص، هتلاقي نفسك عملت الشكل الجامد ده. تمام. دلوقتي بقى عاوزين نكتب ماتشا، نفس الكلام ده. ادخل على النص، بعدين ادخل على الخط، اختار الخط ده كده، خلي اللون ابيض بالشكل ده. تمام. عايزين نكتب بقى الكلمتين اللي تحت، مش عارف هوتس ومش عارف ليتو، والله ما عارف هو ايه المكتوب، بس اكتب مثلا جويس، عصير مثلا. حطه مثلا هنا كده، خلي اللون اسود بالشكل ده. بعدين نعمل تكرار، اكتب جراب ولا كراب بالشكل ده. بعدين نعمل تكرار، اكتب جويس برضو. بس قبلها تدخل على العناصر، ممكن تكتب بانر. معلش لو الفيديو طول شويه بس قايلين منك شويه حاجات كده اكنه فيديو، ممكن يجيلك شغل بعد كده في المستقبل علشان تبقى فاهم الدنيا. خلي اللون مثلا احمر، هات الكلمه حطها هنا بالشكل ده، اكتب، اعمل تكرار للكلمه. بس تحت بقى في شويه تاثيرات وفي شويه ظل، يعني تعال اقول لك برضو التاثيرات دي نعملها ازاي. شايف البتاع الشكل ده، دوس عليه كده، بعدين خلي اللون ابيض، شده خليه رفيع خالص بالشكل ده. ممكن تحط بقى شكل كده، تعمل له تكرار تاني، قلل الشفافية الاتنين بقى شوية، تضيف بقى الباركود وهكذا. ممكن تدخل على عناصر، تكتب عناصر، ادخل على عناصر اكتب عناصر، شوف هيظهر لك ايه. بص هيظهر لك حاجات زي كده. ادخل على تصميم الجرافيك، اختار مثلا الشكل ده، خلي مثلا اللون ابيض بالشكل ده. فاهم؟ اي حاجة بس تعمل شكل تحت. نفس الكلام برضو تجيب اي حاجة تانية، تجيب مثلا الشكل ده، خلي اللون ابيض، تحت بقى تروح ضايف انت الارقام التواصل والعنوان بنفس الطريقه كده. احنا خلصنا اول ديزاين وتاني ديزاين وتالت ديزاين. تعالى بعد كده للديزاين الرابع عشان ما اكونش مطول عليكم. عايزين مثلا نعمل ديزاين زي ده، مش عارف طبعا انا بيبسي مقاطع ولا لا، بس اعذروني لو هو مقاطع، اعذروني والله انا مش عارف او مش متاكد. تمام. بعد كده دوس ازاله الخلفيه، ازاله الخلفيات، يعملها دوران كده. بقول لك ازاي برضو تعمل ظل كويس. بعد كده تدخل على عناصر، تجيب شكل مربع الشكل ده مثلا كده، تخلي اللون ازرق، تمام بالشكل ده.
بعدين كبر مربع كده، ادخل على الطبقات، خليه من تحت البيبسي. تعالى دلوقتي نعمل ظل للبيبسي ده. هتدوس على البيبسي كده، بعدين هتحرك الحاجات اللي تحت شمال، هتلاقي كلمة الظل، تدوس عليها هيظهر لك حاجات زي كده. ممكن تختار خافي، خافي كويس، او ممكن مايل بزاوية، يعني الاتنين كويسين على فكرة. احنا مثلا نختار خافي، ندخل عليه عشان نظبط شوية. الزاوية هنختارها مثلا 27 أو 26. مقدار التمويه خليه مثلا 70 مثلا. المسافة التمويه نكبره شوية كده بالشكل ده. كده احنا عملنا ظل للبيبسي إلى حد ما كويس. تعالى دلوقتي عايزين نكتب كلمة بيبسي كده، بس قبل ما نكتب كلمة بيبسي لو لاحظتوا في إضاءة بيضاء كده من على الجنب، فأنت تدخل على عناصر تكتب إضاءة. اختار مثلا أي إضاءة من دي كده، حطها في الجنب ده كده، بعدين قلل الشفاية شوية بس بالشكل ده. تعالى بعد كده ندخل على النص. لو لاحظتوا في النصوص هيظهر لكم شكل زي كده، اس هي ال، دوس عليه كده، خلي اللون ابيض، دوس عليه كده خلي اللون ابيض. ادخل على الطبقات، خليه من تحت البيبسي. بس دوس تفكيك العناصر واكتب في كل واحدة بقى بيبسي، يعني اختار اول خط اكتب، اعمل تكرار للكلمة وادخل على التأثيرات، اختار تأثير مجوف بالشكل ده، بعدين اعمل له تكرار تاني، بعدين دوس تحديد عليهم الاتنين، بعدين دوس تجميع، بعدين ادخل على الطبقات خليهم من تحت البيبسي بالشكل ده. وبس تحت بقى ممكن تضيف شويه كلام انجليزي زي كده، او ممكن تضيف مثلا العنوان والرقم وهكذا. تمام، فمش عايز اطول عليكم اكتر من كده. يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو. كده احنا عملنا الاربع تصاميم، اربع افكار مختلفين تماما عن بعض. اول فكره، تاني فكره، تالت فكره، رابع فكره. بعد ما تخلص التصاميم هتدوس على السهم اللي فوق، بعدين دوس تنزيل، نختار، بعدين اختار البي ان جي، بعدين اختار الجميع، بعدين دوس تنزيل. اقول لك ازاي تعملهم مع بعض في صوره مجمعه هيبقى شكلهم كويس اوي. هتضيف صفحه 5، هتضيف صفحة جديدة كده، بعدين اختار من المعرض الصور اللي انت حفظتهم دلوقتي بالشكل ده، بعدين صغرهم كده شوية. تكتب ظل احمر، تختار مثلا الظل ده كده، بعدين تدخل على النص، دوس تفكيك العناصر، اكتب سوشيال، سوشيال بالشكل ده، بعدين حطها هنا، بعدين دوس تكرار، اكتب ميديا، ميديا، بعدين ادخل على التأثير، على التأثيرات تختار مجوف بس بالشكل ده. نزلهم بقى على البورتفوليو بتاعك هيبقى شكلهم جامد قوي. بس اشوفكم على خير في فيديو جديد، سلام.